السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى هاد لا فيديو تلقاكم في احسن الاحوال وتكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد وفي قضيه جديده اللي غادي تاخذنا لكندا. قبل ما نبدا القصه كنقول لكم ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد الا كنتوا كتهتموا بطبيعه الحال بهذا النوع من المحتوى. وما تنساوش كذلك تدعموني بلايك باش نعطيكم الافضل والافضل على بركه الله. نبداو القصة ديالنا. قصة اليوم عن أصغر قاتلة في تاريخ كندا اللي دارت جريمة متعددة، دوزت فقط 10 سنوات ديال السجن، وفي 2015 خرجت من السجن وصبحت حرة طليقة رغم بشاعة الجريمة اللي ارتكبتها. قصة اليوم عن جريمة قتل عائلة ريتشاردسون. قصة اليوم غادي ترجعنا لعام 2006 وبالضبط في ميديسن هات، جنوب شرق ألبرتا بكندا. هاد المدينة هي مدينة هادئة وبزاف الناس كيفضلوا الاستقرار فيها. في سبتمبر 2003 ديبورا ومارك ريتشاردسون انتقلوا باش يعيشوا في هاد المدينة. كان الزوجان واللي تزوجوا في عام 1991 عندهم جوج ديال الأطفال، ابنة كبيرة سميتها ياسمين والابن الأصغر كان الاسم ديالو جيكوب. كانت ياسمين كتبلغ من العمر 10 سنوات وجيكوب كان عنده 5 سنوات في الوقت اللي انتقلوا فيه للعيش في البيت الجديد في ميديسن هات. العائلة كونت صداقات بسرعة مع الجيران. كانت حياة مارك وديبورا حياة هادئة وسعيدة. كان مارك كيخدم كميكانيكي، ديبورا كانت ربة بيت وكانت في صدد أنها تأسس مشروع خاص بها. جيكوب وياسمين عاشوا حياة عادية ومستقرة، كانوا أطفال مهذبين ومبدعين وكانت عندهم صداقات كتيرة، خصوصا ياسمين. كانت ياسمين كتقرا في المدرسة الكاثوليكية، كانت كذلك كتدرس الفنون الجميلة. كان السلوك ديالها حسن، كانت هادئة وكانت كتقرا مزيان. ولكن كل شيء غادي يتغير ملي غادي توصل ياسمين السن ديال 12 سنة. سلوك ياسمين تغير، تبنات شخصية جديدة ومظهر كذلك جديد، بمعنى أن سلوك ياسمين تغير بزاف. غيرت في تصرفاتها، في طريقة لباسها، بدات كتدخل على مواقع الانترنت وخصوصا المواقع اللي عندها صلة بمصاصي الدماء، كانت مهووسة بيهم. ياسمين ما كانتش كتقول عمرها الحقيقي في هذه المواقع، كانت كتقول ديما انها عندها 15 سنة. هاد التحول الكبير في سلوك ياسمين خلى الوالدين ديالها ينتبهوا، ولكن يعني ما خدوش الامر بجدية. قالوا راه سن المراهقة، يعني ضروري غيكون هاد التغيير. ياسمين بدات كذلك تدخل على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا اللي عندها علاقة بمصاصي الدماء، كانت مهووسة بهم. وكذلك كان عندها اهتمامات بالقتلة المتسلسلين، كان عندها اهتمام بالتشريح الطبي بالدم، أي حاجة عندها علاقة بالدم كانت عزيزة عليها. بدات كتلبس ملابس داكنة وكذلك المكياج، كدير مكياج داكن. هاد التغيير دارتو ياسمين عمدا باش تبين راسها أنها أكبر من السن ديالها. وفي مرة من المرات كانت ياسمين حضرات واحد الحفل ديال موسيقى الروك، وتماك تعرفت على واحد الراجل سميتو جيرمي ستينكي، عنده 23 سنة. جيرمي شاف ياسمين عجباته وقرر أنه يهضر معها رغم أنها كتبان صغيرة. ياسمين جذبت بسرعة لجيرمي، تلاقاو بزاف ديال المرات وولات بيناتهم علاقة رسمية. جيرمي كيف ما قلت لكم كان عنده 23 سنة، ولكن ياسمين كانت عندها غير 12 سنة. ولكن مع المكياج اللي كانت كدير ومع اللباس اللي كانت كدير كانت كتبان كبر من السن ديالها. جيرمي كان عاطل على العمل، ما كملش الدراسة ديالو الثانوية، عاش طفولة قاسية مع الأب والأم ديالو، وحتى ملي والديه طلقوا تزوجات الأم ديالو بقات كتعنفو هي وزوجها الثاني وزوجها الثالث. العلاقة كانت علاقة سرية ما بين ياسمين وجيرمي، ولكن ملي الوالدين ديالها اكتشفوا هاد العلاقة طلبوا منها باش توقفها فورا ومنعوها من مقابلة جيرمي. كذلك خدا الأب ديالها الكمبيوتر اللي كان هو الوسيلة اللي كانت كتواصل بها مع جيرمي. ولكن بالرغم من ذلك كانت ياسمين كتسلل من الدار باش تقابل جيرمي. ياسمين ما تقبلتش نهائيا أن والديها يمنعوها باش تقابل جيرمي، وهذا كان سبب كافي اللي خلى ياسمين تفكر في قتل والديها. وفي 22 أفريل 2006 تلقاو الجثث ديال ماركو ديبورا والابن ديالهم جيكوب اللي كان العمر ديالو 8 سنوات في المنزل ديالهم.
من قبل واحد طفل صغير صاحب جيكوب اللي مشى كيدق عليه في الباب باش يلعب هو وياه، ولكن ملي ما جاوبو حتى شي واحد طل من الشرجم وشاف الجثث ديال مارك وديبورا ومشى كيجري لعند الام ديالو اللي خبرها بداكشي اللي شاف، وهي بدورها اتصلت بالشرطه. ملي جاو الشرطه كيلقاو جثث ديال ديبورا ومارك، ديبورا اللي مطعونه 12 طعنه ومارك مطعون 24 طعنه. وملي طلعوا للطابق العلوي كيلقاو جيكوب مطعون 5 ديال الطعنات. ياسمين بطبيعة الحال ما كانتش في الدار، والمحققون قالوا بأنها ربما تكون تختطفت من طرف الشخص اللي قتل الوالدين ديالها، ولكن ملي بداو في البحث سرعان ما غيتبدل لهم هذا الرأي ديالهم، وغيعرفوا بأن ياسمين عندها يد في هذه الجريمة. ياسمين للأسف من بعد ما منعوها والديها باش تشوف جيرمي قررت وخططت باش تقتلهم. صيفطات لجيرمي بزاف ديال الايميلات، وواحد من الايميلات اللي كتبت فيه عندي خطة كتبدا بقتلهم وكتنتهي بالعيش معك. قالت كذلك ان والديها كيتحكموا فيها وانها كتكرههم بزاف. وفي نفس النهار رد عليها جيرمي وقال لها خطة مزيانة، ولكن خاصنا نكونوا مبدعين وخاصنا نركزوا أكثر على التفاصيل. بدات ياسمين وجيرمي بالتخطيط لقتل والدها، والغريب أنهم بجوج كانوا كيقولوا لصحابهم على المؤامرة ديال القتل ديال والدين ياسمين، ولكن حتى شي واحد ما تيقهم. كل شي كان صحابهم راه غير كيضحكوا. ياسمين كانت كتهضر مع جيرمي كل نهار وكتقول ليه الا كنتي كتبغيني بصح خاصك تنفذ هاد الشيء اللي قلت لك. رغم ان جيرمي تردد بزاف وما بغاش يدير هاد الخطوه، ولكن قال لواحد صاحبه الا ما درتهاش فياسمين غادي تفرق معايا، يعني خاصني ضروري نقتلهم. وفي 22 افريل 2006 جيرمي مشى لمنزل ياسمين من بعد ما استهلك كمية كبيرة من المخدرات. وصل للمنزل ديالهم مع 4 ديال الصباح، عطى إشارة لياسمين من الشرجم. ياسمين نزلات للطابق السفلي وحلات ليه الشرجم باش يدخل منه، ولكن الشرجم كان صغير، داكشي علاش تسمع واحد الضجيج في البيت. ديبورا ملي سمعت داك الصداع فاقت وفكرت بأن ياسمين باغا تخرج من الدار باش تمشي تقابل جيرمي. نزلت ديبورا كتجري باش تحبس ياسمين، ولكن لقات قدامها جيرمي اللي كان لابس قناع اسود وهز سكين في يديه. جيرمي بدا كيضرب ديبورا بالموس وطعنها 12 طعنه. مارك ملي سمع الصداع والغوات ديال ديبورا نزل باش يشوف اشنو كاين، حتى هو هجم عليه جيرمي، وبالرغم من الدفاع ديالو تمكن جيرمي باش يقتلو حتى هو وطعنو 24 طعنة. مارك قبل ما يموت سول جيرمي واي علاش، قال ليه بنتك هي اللي بغات حيت انت كتحكم فيها، وكانت اخر حاجة سمعها مارك. جيرمي طلع عند ياسمين اللي كانت جالسة مع خوها البيت ديالو، وكانت ياسمين كتهضر مع خوها اللي كان خايف وكان كيسولها اشنو واقع. ياسمين ما جاوباتوش، ولكن قالت لجيرمي جيكوب حساس بزاف وغنديرو غلط كبير الا خليناه يعيش، هو الان ولا يتيم ما عنده حتى شي واحد اللي يقوم به، خاصو حتى هو يموت. وخدات الموس من عند جيرمي وطعنات خوها الصغير اللي كيبلغ 8 سنوات 5 ديال الطعنات. ومن بعد ما سالوا الجريمة ديالهم خرجوا ومشاو يحتفلوا وكأن شيئا لم يكن. وفي 23 أبريل كيف ما ذكرت لكم في السابق تم اكتشاف الجريمة البشعة من طرف صديق جيكوب البالغ من العمر 6 سنوات، واللي مشى باش يلعب مع جيكوب كيف العادة، ولكن جيكوب ما جاوبوش. داكشي علاش مشى كيطل من الشرجم، شاف الجثث اللي كلها ملطخة بالدم ورجع كيجري. خبر الام ديالو اللي ما صدقاتوش هي في الاول، وبقات يقول وتيعاود، ومشات معاه باش تاكد بنفسها. وفعلا ملي شافت هذاك المنظر اتصلت بالشرطه، وفي الوحده ديال النهار الشرطه اعلنت على مقتل مارك وديبورا وجيكوب. المحققون قالوا بأن هذه الجريمة كانت أسوأ جريمة في تاريخ كندا وأبشع جريمة شافوها في حياتهم. ياسمين المشتبه به الرئيسي في القضية كانت عايشة الحياة مع جيرمي وكأنهم ما داروا حتى حاجة. الشرطة كتفت الجهود باش تلقى ياسمين، ومن بعد وقت قصير تم القبض عليها هي وجيرمي. ياسمين اعترفت بالتهمة الموجهة إليها واللي كانت تهمة من الدرجة الأولى،
وتحكم عليها بالسجن فقط 10 سنوات. وهاد العشر سنوات داخلة فيها حتى الوقت اللي قضاته في المؤسسة النفسية. ومن ناحية أخرى تحكم على جيرمي بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط إلا بعد مرور 25 عام. القاضي سول جيرمي: علاش قتلتي والدي ياسمين؟ قال ليه: ملي كتلقى رفيقة روحك كدير اي حاجة من اجلها وباش ترضيها، وهذا الشيء اللي درت. وحتى ملي كانوا في السجن كانوا كيتبادلوا رسائل الحب والغرام وكيتفاخروا بانهم ولاو اسطورة، ولاو مشهورين وكل شيء كيهضر عليهم، وما بينوش نهائيا انهم نادمين على داك الشيء اللي داروا. ياسمين خرجت من السجن سنة 2016 وكان على العمر ديالها 23 سنة. خرجت بشروط، وهي الآن كتعيش في مكان سري حرة طليقة. غيرت الاسم ديالها من أجل الحماية. ومن بعد صدور الحكم على ياسمين تم عرض المنزل ديالهم في السوق ولا موقع سياحي مظلم. كانت هذه هي القصة ديالنا اللي فعلا كانت قصة بشعة ومؤثرة وصعيبة بزاف. كنتمنى تكونوا استفدتوا منها، وهي أن الطفل المراهق ضروري خاصو المراقبة، ضروري خاصو الواحد يعرفو مع من كيمشي ومع من كيجي. والله يحفظ وليداتنا ووليداتكم ووليدات المسلمين جميعا. إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله. وما تنساوش تدعموني بلايك والاشتراك باش يوصلكم كل جديد، وما تنساوش تفعلوا زر الجرس. وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.